السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ هعمل لكم الباميه دي انضفها كويس عشان هعمل لكم ايه، باميه باللحمه الضاني ان شاء الله باذن الله. يلا خليكم معايا، انضفها خالص عمال وارجع لكم. الباميه هي يا حبايبي، شايفين اهي جلمت اهيت ان شاء الله باذن الله. هعملها واوريها لكم باللحمه الضاني يا حبايبي، خليكم معايا. حطيت اللحمه، هعمل باميه النهارده باللحمه الضاني ان شاء الله. انا عامله الباميه وموريها لكم، ودي اللحمه الضاني حطيت عليها بصل، وحطيت عليها الفلفل الاسمر، وحطيت عليها الحب الهان، وحطيت كل حاجه لان اللحمه الضاني دي يا حبايبي بيبقى ريحه كده زناخه كده، فالعامله ديت بتضيع اي ريحه، مش بيبقى ريحه لحمه ضاني خالص في البيت. ماشي، هعملها هيت وهعمل خلاص تستوي وهوريكم هعمل ايه. هاجي هنا احط الميه عليها كده واقفل عليها واسيبها بقى على ما تخش على سوا كده، هروح عامله الباميه عليها ان شاء الله. حطينا قطعنا حته دهنه من الدهنه بتاعت الضاني عشان احط عليها البصل والثومه، واحط عليها الباميه. شايفين حطيت البصل وحطيت عليها نقع دي الصغيره اهيت. ماشي، خليكم معايا. حطيت البصل اهو، حطيت البصل اهو، هحط حته تومه، خليكم معايا. سيب التومه شويه بالبصله كده، شايفين؟ الله الله على الريحه والجمال، الله الله. معلقه فلفل اسمر كده، القلب كده مع بعض كده. ماشي، لكن لما ريحه التومه تطلع في مناخيرك كده يبقى هي استوت كده، تروح حاطه عليها بقى ايه. شايفين؟ شايفين لونها بقى ازاي؟ سيبها شويه كمان اهو. حط لها حبه شوربه اهو، حطيت حبه شوربه، سيبها شويه على ما ايه، دي اللحمه سويتها اهي، سيبها شويه على ما اعمل لها الطماطم. عصر ليمونه كده، عصر ليمونه كده، عشان الليمونه ديت طمختها اللي في الباميه دي بتقطع عليها وبتخلي طعمها مزز وحلو يا حبايبي. ليمونتين اهو من عصرهم، خليكم معايا. شايفين طماطم مكبه عليها اهو، خليكم معايا. حطيت الليمون وحطيت كل حاجه اهو. اجيب الايه، شايفين؟ شايفين الباميه؟ اللهم صل على النبي. انا ممكن احطها في الطاجن واحطها في الفرن، بس انا مش بحبها في الفرن، تنشف مش بتبقى حلوه. 4 بصلات جرمه وقرنين فلفل حمر اهو، شايفين؟ شايفين؟ حطهم كده، شايفين؟ اهي حطيت البصل الجرمه وقرن الفلفل الاحمر، شايفين؟ وتوطي عليها خالص وتروحي مغطيه كده وتلفي لفتك على ما تخش على سوا. شايفين؟ شايفين اللحمه حطيتها اهو، خليها فيها شويه كده برضو، السيبها على الهنا كده. هجيب اطبخ الرز على ما هي تخلص سوا ان شاء الله، وبقيت اللحمه في الحله. يلا يا حبايبي خليكم معايا. عمل حبه رز بشعريه، شايفين؟ اللهم صل على النبي. خليكم معايا لما اكمل. شايفين رز حطيته على الشعريه اهو. على جمال الباميه، الله الله. شفت التحفه يا حبايبي؟ شايفين؟ شايفين لوحه كده، لوحه. شايفين؟ الله على الجمال، الله على الجمال، الله على جمال الباميه، الله على الحلاوه والطعام. الله الباميه باللحمه الضاني يا حبايبي، الله.
شايفين؟ الله 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 على التحفة. الله، شايفين البامية باللحمة الضاني؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين؟ الله على الجمال والحلاوة. تعالوا يلا يا حبايبي، تعالوا اتغدوا معنا يا حبايبي، اعملوا لايك وشير يا حبايبي، يلا كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يلا اقول لكم نعمل الطريقة ازاي. تعالوا يا عيال يا بنات يا صغار لسه اللي انتوا تعرفوش طبخ البامية يا حبايبي، تعالوا شوفوا. الله 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 على الجمال. الله